لو عندك ارتجاع في المريء او عندك فتق في الحجاب الحاجز وقررت ان انت تعمل عمليه جراحه سمنه، ما افضلش ابدا ان انت تاخد القرار لوحدك وتختار نوع العمليه لوحدك. لو سمحت ارجع لدكتورك عشان هو اللي هيختار لك القرار الانسب. ارتجاع المريء ان في عصاره بتاعه المعده تبتدي تطلع من المعده للمريء وتبتدي تعمل التهابات، وبالتالي تبتدي تلاقي فيه شويه مشاكل منها الحرقان او الالم او الشرقه، فكل ده لازم يفكر فيه كويس قوي مع جراحه السمنه. جراحة السمنة هي بتأثر بالإيجاب والسلب. يعني لو احنا بنتكلم على ارتجاع مع تكميم يبقى ده معناها ان انا هتزيد الارتجاع بنسبة كبيرة جدا، ولكن في بعض العيانين بيتحسنوا بعد التكميم. لو انا عملت لعيان عنده ارتجاع او عملت له تحويل مسار فده هيحسن الموضوع كتير، ولكن لو عملت له تحويل مسار مصغر قد يزيد. بعد جراحة السمنة لو حصل لي ارتجاع مع عملية التكميم مثلا، فوقتها لازم العملية تتحول إلى تحويل مسار تقليدي. لو حصل مع تحويل المسار المصغر فبرضه هفضل ان انا نقلب التحويل المسار المصغر إلى تقليدي.